احلى طاجن مسقعه بالبشاميل، تحفه ما شاء الله، طعمها يجنن حكايه. وما اني اخويا بيعشقها وبيموت فيها قلت اعملها له واروح له بيها كده وافرحه بيها وناكلها هناك. وانا عنده اهو وبقطعها، هوريكم شكلها تحفه ازاي، وهوريكم هنعملها مع بعض ازاي بطريقه بسيطه جدا وسهله جدا ما فيهاش اي شغلانه. اهلا بيكم في قناتي المتواضعه طبخه وشنطه مع هبه. يا رب قناه تكون خفيفه على قلوبكم، ما تحرمش من الكومنتات ولا اللايكات بتاعتكم. يلا بقى اشتراك في القناه ومتابعه على صفحه الفيس طبخه وشنطه، ولايكات كومنتات وشير كتير عشان خاطر فيديوهاتي توصل لاكبر عدد ان شاء الله، كلنا نستفيد مع بعض. نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو مع بعض. اول حاجه انا معايا الخضار بتاعي بطاطس وفلفل وبتنجان، هننضفه مع بعض. انا غسله الخضار كله وهقشره معاكم زي ما انتوا شايفين كده، بسيب بعض قشر اسود من بتاع البتنجان في البتنجانيه كده، بقشروش كله كامل، واقطعه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده زي نص الدايره. تمام، بسمك سنتي. حطه في طبق كده ورش عليه شويه ملح عشان خاطر ينزل ميته وما يشربش مننا زيت. بعد كده احطه في مصفى عشان ينزل الميه بتاعته. تمام كده، واقشر البطاطس بتاعتنا برضو وهقطعها بنفس تقطيعة البتنجان بالظبط. نجهز شغلنا الاول وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. هو ده السمك اللي انا عايزاه. تمام، قطعنا كده البطاطس بتاعتنا وبرضو هغسلها تاني. الفلفل بتاعنا ننضفه من ورا كده، نشيل الراس بتاعته دي واقطعه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي زي المربعات الكبيره كده. خلصت كده تقطيع خضارنا، هقلي كل حاجه انا قطعتها، البتنجان والبطاطس والفلفل كده. البتنجان بتاعنا، ولو عايزين الاكله دي تبقى خفيفه شويه ممكن تشووا البتنجان في قلب الفرن. ودينا قلينا البطاطس وقلينا الفلفل كده، اهم شغلانه خلصت. هنعمل مع بعض عصاج اللحمه المفرومه. اول حاجه انا معايا شويه زيت، ودي تقريبا يعني اقل من النص بحاجه بسيطه لحمه مفرومه. تمام، تتشوح وتفك، وبعد كده انزل عليها بمعلقتين بصل من اللي انا مفرزاه الدبلان ده، واديله تشويحه حلوه قوي كده مع اللحمه لحد ما كله يتجانس مع بعضه. وبعد كده اضيف البهارات، ملح، فلفل اسود، بهارات لحمه، ومعايا بابريكا وشويه كمون، واقلب الجمال ده كله مع بعض. ومقطعه فلفل مكعبات صغيره وطماطم، هضيفهم الاتنين على بعض في قلب العصاج. الله على الجمال والالوان، تحفه. نعمل بقى الصلصه. هشوح تقريبا بتاع 5 فصوص توم مفرومين في معلقه زيت، وانزل عليهم دي صلصه متفرزه عندي، وممكن تستخدموا عصير طماطم عادي خالص لغايه اما تتسبك. وهخففها بشويه ميه عشان لا تبقى تقيله ولا خفيفه. وكل التوابل بتاعتها ملح وكمون، وحطيت نص معلقه سكر. وكده خلاص الصلصه بتاعتنا. نعمل بقى البشاميل. هعمل البشاميل بطريقه مختلفه شويه، كله ني في ني. عندي اللبن عليهم 3 معالق هرميه دقيق وملح وفلفل اسود ومعلقه زبده، واقلب كويس قوي وادوب كله مع بعض قبل ما ارفعه على النار. وبعد كده ارفعه على النار واقلب لحد ما يبقى قوامه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكده ده البشاميل بتاعنا، اسهل طريقه بشاميل. ولا تسيحي زبده ولا تحطي الدقيق يطلع ريحته ويتحمص ولا الكلام ده خالص. كله كده على البارد وهيبقى معاكي بشاميل تحفه باذن الله. طاجن بقى ايا كان او صينيه، هنزل فيها بمعلقه من او كبشه من الصلصه اللي احنا عاملينها مع بعض، وارصص فيها البتنجان بتاعنا. كل حاجه جاهزه قدامنا اهو، البتنجان والبطاطس والفلفل مقليين، وبعد كده العصاق كمان على جنب.
ارصص بقى زي ما انتوا عايزين، بس ما بين كل ترصيصة والتانية بدي كبشة صلصة من اللي انا عاملاها زي ما انتوا شايفين كده لحد كده، والدنيا تمام. والفلفل برضو هحطه بطريقة عشوائية كده بدون تنظيم، تمام. وبرضو ادي كبشة صلصة صغيرة جدا، وانزل بالعصاج على قد الكمية اللي انتوا عايزينها. على فكرة انت لو عندك عصاج باقي من اكلة او حاجة ممكن تضيفيها للاكلة الجميلة دي. اوزع اللحمة المفرومة عادي اكني بعمل صينية مكرونة بشاميل. حط كده معلقة صلصة برضو، وارصص برضو راق تاني من البتنجان بتاعنا. انا خلصت كمية البطاطس خليتها في النص، فلفل وادي البتنجان، تمام كده. الموضوع سهل وبسيط مفيهوش اي حاجة. بسم الله ما شاء الله، ونتيجتها كانت روعة وبسيطة وسهلة جدا. بقية الصلصة بقى بتاعتي اضيفها على البتنجان اخر طبقة زي ما انتوا شايفين كده. اوزعها كويس جدا، وبعد كده البشاميل بتاعنا اللي احنا عاملينه مفيش اسهل من كده. طبعا انا مش مكترة، ده كوباية لبن لان احنا بنحتاج البشاميل على الوش بس، تمام كده. اوزع البشاميل بتاعي. الاكلة دي كان ناقصها حاجة واحدة بس، شوية ريحان بقى وانا بعمل العصاج، كانت هتخليها في حتة تانية، بس ما كانش عندي للأسف فاضطريت اعملها بدون ريحان. دخلها بقى الفرن، وهيطلع معانا احلى طاجن مسقعة بالبشاميل بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا. يا رب تكون عجبتكم، وقناتي تكون عند حسن ظنكم. الف هنا وشفا، والسلام عليكم.